القس ده بيعمل جلسة طرد أرواح لبنت ممسوسة، فبدل ما ينقذ حياتها بتموت، والجن اللي جواها بيقول له أنا هنتقم من عيلتك كلها. وبسبب اللي حصل ده القس بيحس بالذنب جدا، وأم البنت بتطلع عليه إشاعة إن هو اللي قتل بنتها مش الجن. فكل الناس بقوا بيهاجموه وبيتنمروا على أولاد أخوه في المدرسة، فأخوه بياخد عيلته وبيسيبوا المنطقة كلها وبيعزلوا البيت جديد، وما كانوش عارفين إن هم هيواجهوا في البيت ده اللي عمره ما كان هيخطر على بالهم أبدا. عاوزكم بقى تدعموني باشتراك واللايك وشير وتتفرجوا معايا على اجمد ملخص رعب ممكن تشوفه في حياتك. يلا بينا. بيبدأ الفيلم بالقس جونغ وهو بيعمل جلسة طرد الجن من جسم جيون، وساعتها الجن بيتكلم من جوه جسم جيون وبيقول له بصوت مرعب عمرك ما هتقدر تطلعني من جسمها. فالقس بيتجاهل كلام الجن وبيبتدي يرمي على جيون ماء مقدس، وساعتها جسم جيون بيتحرق، واول ما بيرفع قدامها الرمز الديني بتودي وشها الناحية التانية وبتقول له جسمي كله بيتحرق، لكن القس ما بيردش عليها وبيكمل في الطقوس. وهنا الجن بيضحك وبيقول للأسف البنت دي مصدقة انك هتقدر تحررها مني وما تعرفش ان نهايتها هتكون على ايدك. وهنا القس بيقرب من البنت وبيغطي عينيها وبيبتدي يقرأ آيات معينة، فبيخرج من بقها دخان اسود، والجن بيتكلم بصوت البنت وبيقول امي انقذيني. القس بيعمل حاجات غريبة جدا، وطبعا ام البنت بتكون ورا باب الاوضه من بره، واول لما بتسمع كلام بنتها بتزق الباب وبتدخل. وهنا جسم البنت بيترفع من على السرير، فالام بتمسك القس وبتنزل تهزئ فيه وبتقول له انت عملت ايه في بنتي. وفي اللحظه دي الجن بيحرر البنت من الحبال اللي القس كان رابطها بيها في السرير، وبتروح تقعد على حرف الشباك. فالقس بيجري ناحيتها، وساعتها الجن بيجبر البنت ترمي نفسها، لكن القس بيجري عليها وبيمسكها قبل ما تقع. فالبنت بتقول له مش انا اللي بعمل كده. وفجأة الجن بيسيطر على الام وبيقول احنا موجودين من آلاف السنين، والجن بيتكلم من جوه البنت وبيقول احنا حواليكم في كل مكان، وانا هرجع تاني وهنتقم من عيلتك كلها وهاخدهم معايا للجحيم وهخلي الفيران تاكل لحمهم. وبعد كده بيعض القس في دراعه، فبيضطر ان هو يسيب البنت اللي بتقع من على ارتفاع عالي وبتموت. وفي الوقت ده القس بيكون مصدوم من اللي حصل، وفي نفس الوقت بيشوف عدد كبير جدا من الغربان على الشجرة اللي قدام الشباك، وكل الغربان بتطير من على الشجرة إلا غراب واحد بيكون واقف بالمقلوب، ولون عينيه بيكون نفس لون عين الجن اللي كان جوه جيون. وبسبب اللي حصل ده يا صديقي الجيون أمها بتنتقم من القس وبتقول لكل الناس إن القس هو اللي قتل بنتها، فالإشاعات بتنتشر بين الناس والناس بيضايقوه هو وعيلته في كل مكان. فأخوه كيم بيضطر إن هو ياخد مراته وبناته وابنه ويعزله من المنطقة كلها. وهم في طريقهم لبيتهم الجديد هيون جو بتقلب في تليفونها، وساعتها بتشوف ناس شاتمينها على الانستا بسبب اللي عمها عمله. ولما بتقول لابوها بيقول لها مش احنا اتفقنا نرمي كل اللي فات ورا ظهرنا ونبدا من جديد؟ فبتقول له وانا ذنبي ايه علشان اسيب مدرستي وصحابي وانتقل لمكان ومدرسه جديده معرفش حد فيهم؟ فابوها بيقول لها خلصنا بقى، مش هنفضل نعيد ونزيد في الكلام اللي حصل خلاص وصفحه جديده. وهنا بقى مراته يونغ بتتدخل وبتقول له بنتك معاها حق، اخوك هو اللي غلط، ليه احنا اللي ندفع تمن غلطته؟ فكيم بيقول لها انا اسف مفيش في ايدي حاجه اعملها. وهنا سون بنت بارك الكبيره بتقول لهم الغريبه في الموضوع ان الست دي قعدت تترجى عمي علشان يعالج بنتها، ولما سمع كلامها وحاول يعالجها اتهمته ان هو اللي قتلها. اختها هيون بتقول لها عمك كان اخر واحد شاف البنت دي وهي عايشه، ده غير ان هو منع امها تحضر الجلسه معاه، والبنت كانت عاجزه فازاي بقى مشيت لوحدها لحد الشباك ورمت نفسها. وهنا امهم بتتدخل وبتقول لهم كفايه كلام في الموضوع ده، المهم انهم بيوصلوا لبيتهم الجديد وكلهم بيساعدوا العمال وبيدخلوا معاهم الصناديق للبيت. لكن هيون بتكبر دماغها وبتكلم صحابها في التليفون، ولما اختها بتقول لها ما تسيب التليفون ده وتساعدينا ما بتردش عليها وبتطلع تتكلم قدام البيت. في الاثناء دي يا صديقي باب بيت الجيران بيتفتح من غير ما هي تاخد بالها، وبيكون واضح ان في حد بيراقبها.
وعلى الجهة التانية اختها سون بتاخد الصندوق اللي فيه الرموز الدينية بتاعت عمها وبتطلع بيه على الدور التاني. فامها بتتعصب عليها وبتقول لها اوعي تكوني فاكرة ان عمك هيكون ليه اوضة هنا زي ما كان في بيتنا القديم، الصندوق ده تاخديه وترميه في القبو او في المخزن. تسمع كلام امها وبتاخد الصندوق وبتنزل للقبو وبتسيبه هناك. وفي نفس اليوم بالليل يونغ بتصحى على صوت خبط جامد جاي من بيت الجيران اللي قصادهم، فبتصحي جوزها وبتقول له انا مش عارفه انام من صوت الخبط ده. فهما الاتنين بيروحوا ناحيه الشباك وساعتها بيشوفوا جارهم واقف ورا الستاره لكن الرؤيه ما بتبقاش واضحه. كيم بيقول لمراته انا هروح اتكلم معاه، فبتقول له بلاش نعمل مشكله من اول يوم، لو قررها تاني يبقى اتكلم معاه. والصبح كيم بيجهز نفسه علشان يروح الشغل ومراته بتساعده وبتقول له انا كنت قلقانه لانك اشتريت البيت ده من مزاد لكن البيت فعلا عجبني. فبيقول لها انا كمان كنت مستغرب لان مفيش حد قدم في المزاد ده غيري اصلا، بس فعلا البيت حلو جدا. المهم انه بعد كده بيخرج من البيت ومراته وبنته الكبيره بيودعوه قبل ما يمشي. وفي الاثناء دي الشخص اللي اسمه ووو بيكلم عمه وبيقول له احنا نقلنا للبيت الجديد انت هتيجي امتى؟ فبيتلخبط وما بيعرفش يرد عليه. وهنا ووو بيسمع صوت امه بتصرخ فبينهي الاتصال وبيجري على البيت. على الجهه التانيه جونج بيسال القس ان كان طلبه بانه يسيب الكنيسه اتقبل ولا لا، فبيقول له احنا ما نقدرش نستغنى عن قس مجتهد زيك وعلشان كده طلبك اترفض، ايه رايك لو تطلع في مهمه بره كوريا تغير فيها جو شويه وتستعيد صفاء نفسك مره تانيه؟ فبيقول له هفكر وارد عليك. وهنا بقى بنرجع ليونغ اللي بتكون مصدومه لانها لقت قطه ميته متعلقه قصاد الشباك، ولما بنتها الصغيره هيون بتشوف المنظر بيغمى عليها فبياخدوها وبيروحوا على المستشفى. وبعد شويه كيم بيوصل وبيسال مراته على اللي حصل، فبتقول له الدكتور قال ان عندها برد وارهاق بسبب السفر. فبياخدهم وبيرجع على البيت ولما بيوصل بيلاقي جاره راكن مكانه وكمان كسر بعربيته الكرسي الخشب اللي كان سايبه قصاد البيت، وده يبقى الشخص اللي اسمه ووو. فبيتعصب وبيدخل لبيت جاره علشان يعاتبه على اللي حصل، وبمجرد ما بيحط رجله جوه جنينه البيت بيتصدم لانه بيشوف جثث حيوانات متحلله وعظمهم بيكون في كل مكان، وطبعا الريحه بتبقى صعبه جدا. ولما بيوصل لباب البيت بيلاقيه مفتوح فبيدخل من غير استئذان، وهنا صدمته بتكون اكبر لانه بيلاقي حيوانات متعلقه وبطنها مفتوحه وبيلاقي رموز دينيه مكسوره وحيوانات مقتوله ومرميه في كل حته في البيت. وطبعا المنظر بيكون صعب جدا. وفجاه بيلاقي جاره قدامه فبيتلخبط في الكلام وبياخد بعضه وبيخرج بسرعه من البيت. وفي نفس اليوم بالليل الخبط بيتكرر مره تانيه وولاده الثلاثه ما بيعرفوش يناموا بسبب الصوت العالي، فبيتصل بالشرطه وبعد شويه 2 ضباط بيوصلوا فبيروح معاهم قصاد بيت جاره والشرطه بيتكلموا مع الجار والظابط بيقول له انت بتشتغل ايه يا ابني؟ فبيقول له بيخيط فساتين وبيبيعها للمحلات. فالظابط بيقول له بلاش تشغل ماكينه الخياطه بالليل. وهنا كيم بيتعصب وبيقول للظابط الراجل ده مش طبيعي، ده قتل قطه وعلقها قصاد شباك بيتي، وبيوري للظباط صوره القطه وبيقول لهم فتشوا بيته هتلاقوا حيوانات كتير مقتوله. ولما بيدخلوا البيت كيم بيتفاجئ ان مفيش اي اثر للحيوانات والبيت نظيف وزي الفل. فبيقول لجاره انت لحقت تنظف البيت امتى؟ فبيضحك له ضحكه بارده وبيقول له انا مش عارف انت بتتكلم عن ايه. وهنا الظابط بيقول للجار ما تشغلش مكنه الخياطه بالليل، فبيقول له حاضر تمام. ولما كيم بيخرج من البيت جاره بيبص له بصه غريبه فبياخد مراته وبيدخلوا بيتهم وبيقفلوا الباب. وفي الاثناء دي جونغ بيكون في اوضته وساعتها الهواء بيفتح الشباك والرموز الدينيه بتقع على الارض، فبيقفل الشباك وبيرجع الرموز الدينيه مكانها. وفي اللحظه دي بيتفاجئ ان في نقط دم بتنزل على ايده، بيرفع عينيه لفوق وساعتها بيلاقي البنت اللي ماتت بتتكلم بصوت الجن وبتقول له غضبك ودموعك هيجسدوني مره تانيه والذنب اللي عايش جواك هيغذيني، علشان كده انا عاوزك تصرخ بصوت عالي جدا. وبعد كده بيضحك ضحكه شيطانيه مرعبه وفي اللحظه دي كل حيطان الاوضه بتتملي بالدم. وهنا جونغ بيصحى من النوم وهو مش قادر ياخد نفسه من الخوف. في نفس الوقت ده هيون بتكون نايمه على سريرها وفجاه لغطها بيتشد من عليها فبتفتكر ان اخوها الصغير هو اللي بيعمل كده فبتنادي عليه لكنه ما بيردش عليها. ولما بتحاول تقوم من على السرير ابوها بيمسك راسها وبيرجعها مكانها تاني وبيبص لها بصه مش تمام. وبعد كده بيخرج بره الاوضه وطبعا هيون بتكون مصدومه ومش عارفه تتصرف ازاي. وبعد شويه بتلبس لبس المدرسه وبتقعد على الترابيزه علشان تفطر فبتلاحظ ان امها بتقطع الخضار بطريقه غريبه ومرعبه. في نفس الوقت اختها بتنزل من الدور التاني ولما بتلاقي ان صورتهم العائليه وتحديدا صوره ابوها الازاز اللي قدامها مكسور بتستغرب بس بتعدي الموضوع وبتروح للمطبخ. ولما بتشوف الطريقه اللي امها بتقطع بيها الخضار بتقول لهيون هي ماما متضايقه من حاجه؟ فبتقول لها معرفش ومش عاوزه اعرف. وهنا ووو بيكون
صحي من النوم وبينزل يقعد مع اخواته، وبعد شويه ابوهم بيقعد معاهم ولما بيتكلم مراته ما بتردش عليه، فبيضحك لهيون وبيقول لها امك شكلها متضايقه النهارده. فهيون بتفتكر اللي عمله معاها وبيبقى باين عليها انها خايفه منه، فبيقول لها مالك انت فيكي حاجه متضايقه؟ بتسيبه وبتمشي. وفي اللحظه دي الام بتحط الاكل على الترابيزه وبتبتدي تاكل بسرعه رهيبه وبطريقه غريبه جدا، ولما ابنها بيقول لها الاكل ملحه زياده بتمسك الاكل بايديها وبتاكل منه، وبعد كده بتقول له الاكل ملحه مظبوط وبتديله من الاكل اللي في ايديها. فالولد بيخاف وما بيرضاش ياكل، وكيم بيقول له لو مش عاوز تاكل ما تاكلش، وبيقول لمراته انت مالك فيكي ايه؟ فبتروح راميه كل الاكل اللي على الترابيزه وبتتعصب على ابنها وبتقول له انت ابن جاحد، انت مش عارف انا تعبت ازاي في تربيتكم. وبتسيبهم وبترجع تاني للمطبخ ولا كانها عملت حاجه. وهيون بتشوف كل اللي حصل وبتقف في مكانها وهي مرعوبه. على الناحيه التانيه جونغ بيقبل السفريه اللي عرضها عليه القس، فالقس بيشجعه وبيديله سلسله جيون وبيقول له امها جت وقالت انها مسامحاك وانها عاوزاك تحتفظ بالسلسله دي. وفي نفس اليوم بالليل لما كيم بيرجع من الشغل بيلاقي مراته قاعده بتتفرج على التلفزيون، فبيقول لها ايه اللي عملتيه الصبح ده؟ فبتقول له انا ما كنتش هنا الصبح، انا رحت فطرت مع صاحبتي زي ما قلت لك امبارح، هو في حاجه حصلت ولا حاجه؟ بيستغرب جدا وبيقول لها لا ما تاخديش في بالك. فالوقت ده بقى البنت الكبيره بتكون في الحمام، وساعتها بتتفاجئ باختها هيون قدامها وبتقول لها انت ما زهقتيش من اخواتك؟ ايه رايك نخلص عليهم؟ فسون بتتوتر وبتقول لها في ايه؟ انت في وعيك ولا انت مجنونه؟ فهيون بتقول لها اقتلينا واخلصي مننا. وبعد كده هيون بتخرج من الحمام، وطبعا سون بتكون مصدومه من اللي هي سمعته، ولما بتخرج من الحمام بتروح عند اوضه اختها وبتنادي عليها وهي بتخبط على باب الاوضه، فبتفتح لها الباب. فسون بتقول لها هو ايه الكلام اللي قلته لي وانا في الحمام ده؟ فاختها بتقول لها انا ما خرجتش من اوضتي من ساعه ما جيت من المدرسه، وبتشدها جوه الاوضه وبتقول لها باتي معايا النهارده. وبتقول لها ابونا الليله اللي فاتت سحب من عليا الغطا وانا نايمه وكان بيبص لي بطريقه غريبه جدا. وفي اللحظه دي بيلاقوا ابوهم واقف عند باب الاوضه وبيقول لهيون والنهارده هخلص عليكم انتوا الاتنين، وبياخد مشرط من على المكتب وبيقرب منهم. وساعتها سون بتزقه وبتمسك ايد اختها وهما الاتنين بيجروا بره الاوضه، فبيطلع وراهم وبيمسك سون وبيرميها من فوق السلم، فاختها بتجري عليها وهنا ابوهم بيقرب منهم. فهيون بتسيب اختها وبتجري تستخبى في المطبخ، فبيروح وراها وبيفتح شنطه العده وبياخد منها شاكوش وبيدور على هيون لكنه ما بيقدرش يلاقيها. في نفس الوقت ده سون بتستعيد وعيها وبتنادي على اختها، فابوهم بيسمع صوتها وبيروح لها وبيرفع عليها الشاكوش، وهنا هيون بتطلع علشان تساعد اختها فابوهم بيهاجمهم. وساعتها الشاكوش بيخبط في الباب وبيقع على الارض. هنا بقى اخوهم بيصحى من النوم وبيطلع من اوضته، وابوهم الحقيقي بيسمع صوتهم فبيروح لهم وبيقول لهم في ايه انتوا بتتخانقوا؟ وطبعا البنتين بيكونوا مرعوبين جدا. وفي نفس اللحظه الجن المتجسد في شكل امهم بيظهر، واللي بيكون واضح قدامهم ان امهم هي اللي بتاخد الشاكوش من على الارض وبتهاجمهم بيه. فشباك الباب بيتكسر والازاز بيقع على الارض، ولما بتهاجمهم تاني ابوهم بيدافع عنهم وبيحميهم بجسمه وبياخد هو كل الضربات على دراعه، وبيقول لمراته ايه اللي بتعمليه ده؟ انت في وعيك ولا انت اتجننتي؟ فبتضحك وبتلف وبتمشي بعيد عنهم. فالازاز بيدخل في رجليها لكنها ما بتحسش بيه وبتدخل الاوضه وبتقفل الباب وراها. وهنا امهم الحقيقيه بتطلع من الدور اللي تحت وبتقول لهم في ايه مالكم؟ ولما بتشوف درع جوزها بتقول له ايه اللي حصل، فبيبعد عنها وبيفتح باب الاوضه، والغريبه ان هو ما بيلاقيش اي حد جواها. وعلى الناحيه التانيه الاب جونغ بيدي درس لتلاميذه وبيفرجهم على ولد اسمه جاكوب ملبوس من الجن، وهو والقس بلتزار، وبيحاول يخرجوا الجن من جسمه. وبعدها بيقول لطلابه انهم نجحوا يخرجوا الجن من جسم جاكوب، لكن في حالات تانيه كتير بتنتهي بوفاه الضحيه. وبيقول لهم ان جاكوب ابوه وامه ماتوا في حادثه عربيه، وهو كان حزين جدا وجواه طاقه غضب كبيره جدا. ودايما الجن بيستغل حاله الحزن والغضب لانهم بيسهلوا ليهم السيطره على جسم الضحيه. المهم ان بعدها سون بتكلم عمها وبتقول له في حاجات غريبه بتحصل لنا، احنا محتاجين لك جدا. بيقول لها انا مش هقدر اعمل لكم حاجه. فاخوه بياخد التليفون وبيقول لجونغ البيت بيحصل فيه حاجات غريبه، فبيقول له انا مسافر النهارده بره كوريا. فبيقول له خد بالك من نفسك وبينهي معاه الاتصال. وهنا ميونغ بتقول له ازاي اخوك الجاحد ده يرفض ان هو يساعدنا؟ هات التليفون انا هكلمه. فبيقول لها كفايه بقى، اخويا اللي انت بتقولي عليه جاحد ده مش هو اللي كان بيبعت لك كل شهر ايجار البيت وانت كنت بتاخدي الفلوس من غير حتى ما تشكريه؟ ولما كان بيجي يزورنا عمرك ما اكرمتيه؟ فطالما قال له ان هو مش فاضي يبقى خلاص نحل مشكلتنا بنفسنا. وفي نفس اليوم بالليل سون بتكلم عمها وبتقول له احنا واقعين في مشكله كبيره جدا. امبارح كان في نسختين من ابونا وامنا في البيت. وبعد شويه
يونغ وهيون بيلموا هدومهم وبيعرفوا كيم ان هما مش هيباتوا في البيت ده ليله واحده. وهنا بيلاقوا جونغ قدامهم، فوو بيجري على عمه وبيسلم عليه، وبعد شويه بيحكوا له كل اللي حصل. بيقول لهم انهم النهارده هيباتوا كلهم مع بعض في الصاله، وبيسيبهم وبيروح لبيت الجار. فبيلاقي البيت مليان بالرموز الدينيه المتعلقه في السقف بالعكس، وبيلاقي صاحب البيت مقتول والفيران واكله جسمه، فبيفتكر كلام الجن. وفي نفس اليوم بالليل كلهم بيكونوا نايمين في الصاله، فوو بيصحى من النوم وبيقول لاخته تعالي معايا انا عاوز اروح الحمام، فما بتردش عليه، فبيروح الحمام لوحده. وهنا الجن بيتجسد في شكل وو وبيكون ماسك في ايديه سكينه، وبيقرب من القصه وبيرفع السكينه وبينزل بيها على راسه وبيوقف ايده قبل ما السكينه تلمس القص. في الوقت ده سون بتحس ان اخوها واقف جنبها، فبتقول له تعالى نام، فبيبعد عنهم. وهنا القص بيفتح عينيه، وتاني يوم الصبح بيكون القص بالتزار في كنيسه في مانيلا في الفلبين. وساعتها جونغ بيتصل بيه وبيقول له الجن بيحاصر عيلتي وانا مش هقدر عليه لوحدي، انا هبعت لك فيديو اعرضه على المجلس واطلب منهم انك تيجي تساعدني في اننا نعمل جلسه دارت ارواح للشخص الممسوس في العيله. فالقص بيصدقه وبيعرض عليه فيديو لوو وهو بيرفع السكينه على جونغ. وساعتها بيتناقشوا ان اللي كان في الفيديو ده جن متجسد في شكل الطفل ولا الفيديو كله متفبرك. وعلى الجهه التانيه جونغ بيقول لعيلته انا ثبت كاميرا مراقبه امبارح في الصاله، وبيعرض عليهم فيديو ووو وهو ماسك السكينه، وبيقول لهم ان الجن الليله اللي فاتت اتجسد في شكل ووو وبعد كده ممكن يتجسد في شكل اي حد تاني منهم. وبيقول لهم لازم نعمل طقوس طرد الارواح الشريره. وهنا كلهم بيتصدموا، فبيقول لهم ما تقلقوش مش انا اللي هعمل الطقوس دي، اعرف كاهن انا بثق فيه جدا وهو اللي هيعملها. وبيقول لهم ليه مفيش اي رموز دينيه في البيت. فاخوه بيقول له لسه في صناديق كتير ملحقناش نفضيها والصندوق بتاعك في المخزن. فبيقول لسون انزلي هات الصندوق، فما بتردش عليه. فهيون بتقول له انا هنزل اجيبه، فبيقول لها مفيش داعي تجيبيه دلوقتي. وبعد كده بياخد اخوه وبيطلعوا يقفوا قصاد البيت، وبيقول الجن سيطر على سون وبيقول له انا حطيت ميه مقدسه في ازازه الميه اللي كلنا بنشرب منها. ولما سون مسك كوبايه الميه ما قربتش منها لان الجن عرف ان جواها ماء مقدس. فاخوه بيقول له ودلوقتي هنتصرف ازاي؟ فبيقول له مش هنعمل اي حاجه لحد ما القس بلتزار يوصل. وبيقول له راقبها كويس واوعى تسمح لها بالخروج من البيت لحد ما اروح اجيب القس من المطار وارجع. وبالليل بيروح يستقبل القس في المطار، فالقس بيقول له ايه اللي خلاك تيجي تستقبلني؟ انا عارف عنوان البيت. فجونغ بيقول له انت اللي كلمتني وطلبت مني اني اجي استقبلك في المطار. فبيقول له لا ما حصلش. وهنا جونغ بيتصدم لان معنى الكلام ده ان الجن خدعه علشان يخرج من بيت اخوه. فبيطلعوا من المطار وبلتزار بيركب العربيه مع جونغ اللي بيسوق العربيه باقصى سرعه. ولما بيحاول يتصل باخوه التليفون ما بيجيبش شبكه. في نفس الوقت هيون بتنزل للمخزن علشان تجيب صندوق عمها، وفجاه باب الفرن بيتفتح والنور بيقطع، وبتسمع سون وهي بتنادي عليها، وفجاه قوه خفيه بتشدها وبتدخلها جوه الفرن والباب بيتقفل عليها والفرن بيولع. وعلى الناحيه التانيه الغربان بتهاجم عربيه جونغ فبيفقد السيطره على العربيه، وساعتها العربيه بتتقلب وبتقع من على ارتفاع عالي جدا. وعلى الجهه التانيه سون بتحاول تخرج من البيت فابوها بيحاول يمنعها، ولما بتصمم على موقفها بيمسك راسها وبيخبطها في الحيطه فبتفقد الوعي. وفي نفس الوقت جونغ بيستعيد وعيه، وساعتها بيكتشف ان القس مات. وفي الوقت ده بيكون كيم شال بنته وحطها على السرير وكتفها. ولما يونغ بتدخل الاوضه بتقول له انت بتعمل ايه؟ فبيقول لها اخويا قال لي ان دي مش بنتنا وان الجن مسيطر عليها. فمراته بتنهار وبتقول له انا مش عارفه اعمل ايه. ولما الساعه بتعدي 12 يونغ بتقول لابنها انها هتروح تشوف هيون لانها اتاخرت في المخزن. وفي اللحظه دي يونغ بيوصل وبيكون وشه كله جروح بسبب الحادثه. فاول حاجه بيعملها ان هو بيقول ليونغ فين سون؟ فبتقول له اخوك مكتفها في اوضتها. فبيروح على هناك واول ما اخوه بيشوفه بيقول له ايه اللي حصل؟ فبيقول له هنضطر ناجل جلسه طرد الارواح لاننا عملنا حادثه واحنا جايين في الطريق والقس مات. فاخوه بيقول له انا بثق فيك، اعمل انت طقوس طرد الجن من جسم بنتي. فبيتوتر وبيقول له انت نسيت ان في بنت ماتت في اخر جلسه عملتها. فبيقول له مفيش قدامنا حل تاني. فجونغ بيقول له انا مش هقدر اتحمل ذنب تاني سامحني. فاخوه بينزل على ركبه وبيقول له ارجوك انقذ بنتي. فهنا بيضطر ان هو يوافق وبيبتدي يحضر للجلسه، وبيقول لاخوه ومراته الجن هيحاول يخليكم توقفوا الطقوس وهيكلمكم بصوت سون، سيطروا على اعصابكم خليكم جامدين ومفيش حد منكم يرد عليه او يظهر اي تعاطف مع كلامه. وفي الاثناء دي سون بتقول لهم صدقوني انا سون مفيش جن جوه جسمي، ارجوك يا بابا حررني. لكن ابوها بيسمع كلام اخوه وما بيردش عليها. وفي اللحظه دي جونغ بيرش عليها ماء مقدس، طلع خرزانه وبينزل ضرب
فيها، وهو بيقول كلام مش مفهوم، ولما بيلاقيها بتتحرك بيقول لاخوه امسك رجليها، فاخوه بيكون زي الغريق اللي بيتعلق في قشايه وبيثبت رجل بنته. وساعتها جونغ بيكمل ضرب في سون بالخرزانه. تعالوا بقى خدوا معايا الصدمه عزيزي قناه جن فيلم. الدفاع المدني بيوصل لعربيه جونغ وبيطلع القص من العربيه، والصدمه بقى ان جونغ بيكون مرمي جنب العربيه، وجونغ اللي مع كيم وعيلته بيطلع ما هو الا جن متجسد في شكل جونغ. وبنرجع لسون اللي الجن بيكون كسر عليها 10 خرزانات، ومن كتر الضرب جسمها كله بيجيب دم وبيغمى عليها، فبتتعصب على امها وبتكتف جونغ وبتقول لجوزها هي بنتك مش صعبانه عليك ليه. وفي اللحظه دي بيكون كيم دخل في مرحله صدمه، ولما بيلاقي مراته بتفك الحبال بيقول لها انت مش مراتي، انت عاوزه تحرري الجن، وبيروح مديها كف فبتترمي متر لورا، وبعدها بيلف ايديه على رقبتها وبيحاول يخنقها. واللي بيحصل ده بيكون عاجب الجن المتجسد في شكل غونغ جدا، فبيبتسم وهو شايف خطته بتنجح من غير اي مجهود منه. وفي نفس الوقت يونغ بتمسك كوبايه وبتخبط بيها جوزها على راسه، فراسه بتجيب دم، فمن غير تفكير بيمسك راسها وبيخبطها في صورتهم العائليه المتعلقه على الحيطه، فبرواز الصوره الازاز بيتكسر هنا، وهي كمان راسها بتجيب دم وبتقع على الارض. وفي اللحظه دي كيم بيقف مذهول لانه بيتاكد ان اللي عمل فيه كده تبقى يونغ مراته. وفجاه الدنيا بتضلم وبيشوف الجن المتجسد في شكل اخوه وهو بيضحك بيتشفي، وبيلاقي الرمز الديني راسه مكسوره، فبيجري على الجن المتجسد في شكل اخوه بيحاول يهاجمه، فبيديله كف بيكومه على الارض. وطبعا وهو بيشوف كل اللي بيحصل ده فبيقعد على جنب بيعيط، فابوه بيقول له اهرب بسرعه، فبيطلع يجري بره الاوضه. في اللحظه دي الجن بيمسك حته خزف مكسوره بايده، وبايده التانيه بيمسك راس كيم وبينزل على رقبته بيها، لكن قبل ما يقتله جونغ بيوصل وبيبتدي يقرا ايات محدده، فالجن بيختفي. وساعتها جونغ بيجري على اخوه بيطمن ان هو بخير، فاخوه بيقول له ابني فين، فبيسمعوا صوته جاي من المخزن، فبينزلوا للمخزن بسرعه، فبيلاقوا وهو بيعيط، ولما عمه بيقرب منه بيخاف، فابوه بيقول له ما تخافش ده عمك، فالولد بيقول لهم اختي هيون، وبيشاور لهم على الفرن، فبيلاقوا الدخان طالع منها. ولما كيم بيفتح باب الفرن بيلاقي بنته هيون محروقه جواه، فمن الصدمه ما يقدرش يتحرك من مكانه. في الوقت ده سون بتنزل للمخزن وحالتها بتبقى صعبه جدا، وبتقول لابوها انت ليه عملت فيا كده. ولما بتشوف اختها محروقه جوه الفرن بتقول له انت عذبت اختي وقتلتها زي ما عذبتني وكنت عاوز تقتلني، فبيقول لها سامحيني انا كان لازم اعرف انك بنتي. وقبل ما تقرب منه جونغ بيوجه ناحيتها مرايه عليها رموز طينيه، وساعتها جسمها بيبتدي يتحرق، وده لان الجن سيطر عليها. المهم بقى ان جونغ بيبتدي يقرا عليها، وفي اللحظه دي سون بيكون شكلها اتحول لشكل الجن، والغريبه انها بتردد كلامه وراه. وبعد كده بتبص للمرايه فالمرايه بتولع، ووقتها بتهاجم جونغ فبيقع على الارض، فبتشل حركته وبتقول له انا هاخدك معايا للجحيم وهناك هحرق لسانك ده. وفي اللحظه دي كيم بيجيب من صندوق اخوه ازازه الماء المقدس وبيرمي الماء المقدس على الجن، فجسمه بيتحرق وبيبعد عن جونغ. وساعتها جونغ بيحط ايده على عين سون وبيكمل الطقوس، فبيسمع صوت بنت اخوه هي بتقول له انقذني يا عمي حررني من قوى الجن، وبيفقد تركيزه للحظات بتكون كفيله ان الجن يسيطر على الموقف، وبيرمي جونغ متر لورا، وبعدها بيهاجم كيم وبيمسكه من رقبته وبيرفعه عن الارض، وبيقول له من النهارده انتوا هتبقوا خدمي وانا اللي هسيطر عليكم. وهنا جونغ بياخد قراره وبيقلع السلسله اللي عليها رمز ديني، وبيقول خليني وعاء احتوي الجن جوايا علشان ما يقدرش يأذي حد تاني. واول لما الجن بيسمع كلامه بيتحول لدخان اسود وبيدخل لجسم جونغ، وفي نفس الوقت شكل جونغ بيتحول لشكل شيطان وبيقرب من كيم علشان يخلص عليه، لكن جونغ بيقاوم وبياخد رمز ديني خشبي وبيكسر جزء منه وبيخليه شبه السهم، وبعدها بينادي على اخوه فبيفوق، ولما بيشوف شكله بيتصدم، فجونغ بيرمي له الرمز الديني وبيقول له اقتلني، فكيم بيقول له مش هقدر، فجونغ بيقرب من اخوه، وساعتها اخوه بيخاف وبيمسك الرمز الديني، فجونغ بيرمي نفسه ناحيته، وساعتها الرمز الديني بيخترق جسمه ودمه بينزل عليه، فالجن ما بيقدرش يخرج من جسمه. وفي النهايه كيم بياخد ابنه وبيطلعوا من المخزن، بيلاقي مراته وبنت سون مستنيينه، وساعتها بيفتكر تضحيه اخوه فبينهار. وهنا يا عزيزي قناه جن فيلم بيكون خلص فيلم النهارده. فيلم احداثه جميله جدا يستاهل 100% وواخد ترند فظيع يعني، فقلنا نلخصه بطريقتنا عشان احنا نقدر نساعدكم وتساعدونا انتوا باللايك والكومنت والشير، ونشوفكم في فيلم جديد ان شاء الله. طبعا اللي كتب الفيلم ده السكريبت رايتر الجميله جدا ايمان الببلاوي، وسجله الفويس اوفر احمد سمير. طبعا اعزائي واصدقائي قناه جن فيلم ما تنسوش الكومنت المشهور ان احنا كلنا نصلي على النبي، وكل من كان لي نبي يصلي عليه اشوف في
اشوفكم بخير في فيديو جديد. سلام.